من فترة مش بعيدة كنت بتكلم أنا وأحد الأصدقاء عن إيه أكتر سبب ممكن يخلي العلاقة تفشل من وجهة نظرنا. وقتها كنا بنتكلم عن العلاقات العاطفية، لكن أظن الكلام يمشي على كل العلاقات. وجهة نظر الشخص التاني كانت في انعدام الثقة، ومع إني موافقة إن انعدام الثقة كفيل ينهي أي علاقة، ولكن وجهة نظري كانت إن انعدام التواصل ممكن يكون السبب الأساسي في إنهاء معظم العلاقات. وبمنتهى العفوية سألني الشخص التاني وقال لي بمعنى: أنا سلمى، والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. على عكس الحكايات اللي فاتت كلها، والله أعلم الحلقات الجاية هتبقى ماشية على أنهي وتيرة فيهم، ولكن حلقة النهاردة وحكاية النهاردة مختلفين في إن ملهمش سكريبت مكتوب، مختلفين في إن هي مش مبنية على تجارب أشخاص أنا شفتها، ولا حتى مبنية على كتاب أنا قريته. حكاية النهاردة عفوية جدا، يعني زي شخصيتي، من قلبي قبل ما تكون من عقلي. من حوالي شهرين كده كان عندي علامات استفهام عن موضوع ما بيني وما بين أحد الأصدقاء، وواجهت زي عادتي لأني دايما بحب أواجه وبحب أتواصل، ولكن ما حسيتش بنتيجة. وبصراحة في معظم الأوقات ما كنتش بحس بنتيجة لما بتواصل مع الناس، ولكن من فترة بسيطة قررت إني أواجه تاني. وما تسألونيش ليه، بس حسيت إن المفروض أعمل كده، واتكلمت تاني. بس المرة دي حسيت بنتيجة، وبجد كانت نتيجة إيجابية. حسيت إن اللي قدامي فهم قصدي وتفهم موقفي، على عكس المرة اللي فاتت وعلى عكس معظم المواجهات اللي بعملها في حياتي. فكتصرف طبيعي يعني قعدت مع نفسي وحاولت أسأل نفسي اللي هو اشمعنى المرة دي؟ يعني رغم ان العتاب او التواصل المرة دي كان كلامك فيها قل، وما شرحتيش موقفك ووجهة نظرك بطرق مختلفة زي ما عملتي المرة اللي فاتت او زي ما بتعملي دايما، ولكن المرة دي هي اللي نجحت مش المرة اللي فاتت او المرات اللي قبلهم. يعني لحد ما نزل عليا الإلهام زي ما بيقولوا، وعرفت ان بنسبة كبيرة السر يكمن في اختيار التوقيت اللي اتكلمت فيه، اختيار الألفاظ اللي اتكلمت بيها، واختيار بداية حواري أو بداية كلامي هتكون عاملة ازاي. تعالوا كده اعتبركوا اخواتي ومش هخبي عليكوا حاجة، ونقعد نحلل اللي حصل مع بعض. أول مرة عاتبت فيها أو يعني عبرت عن الحاجة اللي كانت مضايقاني، دخلت زي القطر. كانت مامتي دايما بتقعد تقول لي ما تدخليش زي القطر في الناس، بس أنا ما كنتش فاهمة وجهة نظرها كانت ايه. وقمت رصيت كل اللي مضايقني مرة واحدة تك 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 كده ورا بعض. يعني من الآخر ما اديتش اللي قدامي فرصة ان هو يفتح بقه او حتى يفهمني او يعبر عن وجهة نظره او يقول مبررات او حتى يكون في فرصة للاعتذار. وبدل ما اعبر عن اللي مضايقني بجد، انا عملت كارثة، واظن ان كتير مننا بيقع فيها، وهي يعني زي ما بيقولوا كده I picked up from where I left. يعني أنا بدأت الحوار مع الشخص اللي قدامي، بس وقتها أنا ما كنتش لسه بدأ الحوار كان مبدوء أو بادئ من قبل كده في دماغي. يعني حللت الموقف اللي مضايقني وعملت سيناريوهات وآي ريبلايد السيناريوهات دي في دماغي كتير، ويا ترى اللي قدامي هيقول ايه، ويا ترى اللي قدامي هيرد عليا ويقول ايه، لدرجة ان اتضايقت اكتر ما انا متضايقة من الموقف على ال different reactions اللي ممكن تكون موجودة من الشخص اللي قدامي وانا اصلا لسه ما اتكلمتش معاه. فدخلت كده اتكلم وعاتب واعبر وانا اصلا شايلة، مش بس شايلة من اللي مزعلني او من اللي مضايقني، لا انا شايلة من ردود الافعال اللي انا منتظراها. انا داخلة وانا باكسبكت الاوحش، وانا باكسبكت الاهانة من الشخص اللي قدامي، رغم ان مش ده الصح. فبقيت انا بادئه وانا عارفه انا بادئه منين، وبانيه حاجات هي مش حقيقيه ومش باينه للشخص اللي قدامي. فكان في خلل كده، كان في حلقه مفقوده، او على راي تايلور سويفت we got lost in translation. وده معنى كلمه lost in translation، ان احنا بنقع كده في النص، لان في ترجمه ما بيننا كبشر حتى لو احنا بنستخدم نفس اللغه او بنتكلم نفس اللغه.
فكان شيء طبيعي جدا للشخص اللي قدامي ان هو يأكتيفيت الديفنس ميكانيزم ويبدأ يدافع عن نفسه. دايما في الحتة دي بتحسوا ان الردود اللي جايالكوا او الريبلايز اللي قدامكوا على عتابكوا او على تعبيركوا عن مشاعركوا كلها بتتمحور في لا اللي بتقولوه ده ما حصلش او كده. اللي بتقولوه بيكون حصل بس عشان احنا قدمناه بطريقة اللي ما حصلش، اللي هي اللي احنا بنيناها في دماغنا. وانتهى الكوميونيكيشن ده وباء بالفشل زي معظم الكوميونيكيشنز اللي كانت في حياتي قبل كده. وكل اللي انا حكيته لكم ده على عكس تماما اللي حصل المرة التانية. بصراحة اتكلمت على طول من غير سيناريوهات وافتراضات، وكنت حريصة جدا في كلامي انه ما يكونش offensive او ان هو يكون بيضايق اللي قدامي بأي شكل من الاشكال، وانه ما يكونش هجومي. واللي اعترف ده كان غلطي في اوقات كتير جدا في حياتي. وزي ما قلت لكم في البداية لقيت رد ايجابي، ولقيت مش اللي انا كنت مستنياه، بس لقيت ان اللي قدامي تفهم موقفي وتفهم where do I come from وليه المشاعر دي او الزعل او الغضب او whatsoever اللي انا كنت حاسه بيه انا حسيته. ووقتها اللي قدامي acknowledge my feelings وقرر ان هو يعترف ان فعلا من حقي ان انا احس الحاجات اللي انا حسيتها دي. وده بالظبط اللي احنا بنكون محتاجينه من اي communication ما بيننا وما بين الناس، ان هم يعترفوا بمشاعرنا، ان هم زي ما قلت في البودكاست اللي قبل كده يكونوا مؤمنين بجملة المشاعر لا تناقش. ولاني زي ما قلت لكم كان عندي مشكلة في الكوميونيكيشن وستيل عندي وبشتغل عليها، فكنت في مرة بتكلم مع واحدة من صديقاتي وسألتها يعني تفتكري ان الكوميونيكيشن بيكون في الوحش بس؟ يعني المفروض اتواصل معاكي واعبر عن مشاعري لو مثلا انتي عملتي مواقف مضايقاني او حاجة مضايقاني بس؟ فرحت قالت لي لا طبعا، المفروض ان الكوميونيكيشن او التواصل لازم يكون في الحلو قبل ما يكون في الوحش. يعني كمثال لو في حاجة معينة الشخص اللي بتعامل معاه بيعملها معايا والحاجة دي بتفرحني، فأنا المفروض أعبر عن ده. وكمان لو في حاجة I expected من الشخص اللي قدامي المفروض أتكلم فيها، خاصة من وجهة نظري يعني لو دي علاقة intimate أو لو دي friendship، علشان ما نجيش بعدين ونحاسب الشخص على الحاجات اللي ما عملهاش واحنا ما طلبناهاش بس كنا بنexpect ان ده يحصل. وعارفة ان كتير منكم ممكن come for me او ان هو ما يتفقش معايا في وجهة نظري دي، بس صدقوني مش كل الناس بتكون عارفة هي المفروض تعبر ازاي، ومش كل الناس بتكون عارفة احنا بنexpect منهم ايه، ومش كل الناس بتكون عارفة اللوف لانجوج بتاعتنا ايه او ايه البست واي او افضل طريقة نكوميونيكيت بيها مع بعض. يعني مثلا ممكن انا ما اكون بحب ان الناس تجيب لي هدايا او ان الناس تعبر لي عن حبها بالهدايا، والشخص تاني ما بيحسش ان دي اكتر طريقة هو بيقدر يستقبل بيها الحب من الناس. ممكن يكون بيحب ان الناس تعبر له عن حبه، عن حبهم ليه بان هم يساعدوه، يقولوا له كلام حلو. فلازم نكوميونيكيت مع بعض ونقول ده لبعض عشان نبقى عارفين المفروض نتعامل مع بعض ازاي، whether بقى ان دي intimate relationship او ان دي friendship او حتى ما بيننا كأهل. في الآخر حابة أقول لكم وأفكركم إن كلنا مختلفين وحكاياتنا مختلفة حتى لو اتشابهت بشكل كبير، بس ما فيش حكاية بتتكرر مرتين بكل تفاصيلها. مش كل الناس تستحق مننا إن احنا نعاتبهم أو إن احنا نكوميونيكيت معاهم مشاعرنا مرة واتنين وتلاتة، بس في ناس تانية تستحق، واحنا بس اللي بنبقى قادرين نحدد ده عشان احنا اللي بنتعامل معاهم. وأنا دايما شايفة إن الحياة أقصر بكتير وأبسط بكتير من إن احنا نزعل جوانا وما نعرفش الناس إن احنا زعلانين منهم، أو إن احنا نفرح جوانا وما نعرفش الناس إن احنا فرحانين باللي هما بيعملوه. فخلونا كلنا نشتغل على الكوميونيكيشن بتاعنا والتواصل بتاعنا، لأن أنا متأكدة إن احنا لو تواصلنا مع بعض بطريقة مختلفة كتير من مشاكلنا هنقدر نتجنبه وما نوصلش ليه. دي كانت حكاية التلات بتاعة النهاردة. أنا مش قادرة أقول لكم أنا استمتعت واتبسطت إزاي وأنا بسجلها، وأتمنى إن انتوا كمان تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا وانتوا بتسمعوها، وهبقى مستنياكوا تكوميونيكيتوا معايا وتقولولي هل عجباكوا
الحكايات واحنا بنتكلم كده من القلب unscripted unfiltered، ولا لما بنتكلم عن حاجة scripted وليها tips and tricks بشكل مختلف. بس كده، أشوفكم التلات الجاي في حكاية جديدة من حكاية التلات.